عارف ايه الفرق بين واحد معاه أداة اختراق وبيجرب يمين وشمال، وبين واحد محترف بيخلص المهمة دي في ثواني؟ الفرق هو كلمة واحدة بس: الشبكات. لو فاكر ان السايبر سيكيورتي هو شوية أوامر بتكتبها في التيرمينال، فالفيديو ده هيغير نظرتك للمجال تماما. النهاردة هنفهم ليه من غير ما تفهم الباكتس ماشية ازاي انت حرفيا بتخبط في الحيط. ومن غير ما اطول عليك، يلا نخش في الموضوع ونتعلم صح. تخيل انك عملت سكان بإن ماب ولقيت بورت 80 مفتوح. الطبيعي انك هتجري على المتصفح، بس الموقع مش راضي يفتح. هنا بقى الهاكر البصمجي بيقف، لكن الهاكر اللي فاهم شبكات بيبدأ يسأل نفسه شوية أسئلة. هل في بروكسي في النص؟ ولا الفاير وول بيعمل دروب للباكتس بتاعتي؟ ولا انا اصلا في نفس السب نت؟ ولا محتاج اعمل ستاتيك راوت؟ من غير ما تفهم يعني ايه او اس اي موديل، انت حرفيا شغال بالبركه. بما ان جبنا سيره الاو اس اي موديل، حابب اوضح فكره مغلوطه عنها. الناس فاكره ان الاو اس اي موديل ده دش نظري، بس الحقيقه ان هو خارطه الطريق لاي اتاك. مثلا لما بتعمل اي ار بي سبوفينج، انت بتلعب في الداتا لينك لاير. لما بتعمل اي بي هايجاكينج، انت شغال في النتورك لاير. لما بتلعب في الكوكيز والسيشنز زي ما شرحنا في فيديو الاكس اس، انت في الابليكيشن لاير. لو مش عارف الباكت بتتحول ازاي من لاير للتانية، انت مش هتعرف تسمم البيانات صح، ولا هتعرف تهرب من الاي دي اس. نيجي للتي سي بي 3 واي هاندشيك. هما نوعين: هاف اوبن سكان والدوس اتاك. الهاف اوبن سكان بيعتمد انه ما يكملش السلام ده عشان يفضل مستخبي، انما الدوس اتاك فكرته كلها انه يغرق السيرفر بطلبات سلام كتير وما يردش عليها فيوقع السيرفر. فلو مش فاهم الفلاجز اللي جوه التي سي بي هيدر، عمرك ما هتعرف تعمل باكيت كرافتنج يدوي وتخترق انظمه معقده. وبرضو ادوات زي الميتاسبلويت او البيربس سويت هي مجرد عربيه، والشبكات هي الطريق. لو الطريق مسدود بفيلانس او سبنيتنج غلط، العربية دي مش هتوصلك لأي تارجت. فانت محتاج تذاكر شبكات عشان لما الأداة تفشل، وده هيحصل كتير معاك، تكون انت الخطة البديلة. نيجي بقى للدي ان اس منجم الذهب اللي انت ناسيه. لو فاكر ان الدي ان اس مجرد مترجم اسماء، تبقى غلطان. في البنتريشن تيستنج، الدي ان اس هو بوابتك الاولى. ازاي هتعمل سب دومين انيميريشن وتطلع سيرفرات خفيه للشركه وانت مش فاهم الزون ترانسفير؟ وكمان في هجمات كامله اسمها دي ان اس تانلينج بتمكنك تهرب بيانات من ورا اقوى فاير وول، ودي شرحناها في فيديو كشفنا المستور. لو مش فاهم الريكوردز، انت حرفيا فايتك نص الثغرات اللي ممكن تلاقيها في اي شركه. الفاير وولز والاي دي اس، ازاي بنضحك عليهم؟ النتورك هي اللي بتعلمك ازاي تكون شبح. لما تفهم يعني ايه باكيت فراجمنتيشن وتقدر تقسم الاكسبلويت بتاعك لقطع صغيرة جدا، الاي دي اس ما يقدرش يجمعها ولا يفهم ان ده اتاك اصلا. ازاي بقى هتعمل باي باسنج الفاير وول قافل كل البورتات لو مش فاهم يعني ايه ريفرس شيل؟ وازاي بيستغل بورتات مفتوحة عشان يخرج لك الداتا؟ الشبكات هي اللي تديك القدرة انك تمشي في الضلمة من غير ما حد يحس بيك. الترافيك اناليسز دي اهم مهارة تحتاجها كسايبر سيكيورتي. لو مش عارف الفرق بين التي سي بي واليو دي بي في شكل الترافيك، او مش عارف يعني ايه هاند شيك حصل بجد ولا دي محاولة اختراق فاشلة، يبقى انت محتاج ترجع تذاكر الاساسيات. وفي النهاية حابب اقولك ان انا في سنة اولى حسابات زيك، وعارف ان الشبكات رخمة في الاول، بس صدقني اليوم اللي هتفهم فيه الباكتس بتتحرك ازاي من جهازك لحد اخر العالم، هو اليوم اللي هتبدأ فيه تكون هاكر بجد، مش مجرد مستخدم للأدوات. ذاكر شبكات عشان تتعلم صح، وعشان لما السيستم يقفل في وشك تبقى انت الوحيد اللي عارف المفتاح فين. ما تنساش تنزل دلوقتي في الكومنتات تقولي ايه اكتر حتة في الشبكات كانت معقداك وبدأت توضح لك دلوقتي. ولو لسه ما شفتش فيديو اختراق الواي فاي او ثغرة الاكس اس اس، فانت فايتك كتير. روح شوفهم وطبق اللي اتعلمناه النهاردة. كان معاكم طالب سايبر، ويلا بينا نتعلم صح.